يا صباحكم او مساءكم بهجة، انا بهجة واهلا بيكم في فيديو جديد. ابدا الفيديو احب اشكر كل حد كتب لي كومنت حلو لحد دلوقتي. انا بجد مبسوطة لاي حد بيكتب لي اي كومنت، وعارفة كل حد بيكتب لي كومنت باسمه. انا بجد ممتنة جدا ليكم وشكرا جدا على دعمكم ليا. ويلا بينا نبدا الفيديو النهارده هكلمكم فيها على 3 نصايح قبل ما تشتروا اي منتجات ليها علاقة بالشعر او بالجسم او بالبشرة. كمان هحكي لكم عن موقفين حصلوا معايا عشان تاخدوا بالكم منها. اول حاجه هكلمكم فيها وهي النصيحه الاولى وبرده الموقف الاول هو حصل معايا وانا بشتري الكريم ده. اول حاجه ده كريم الايد من كيرام مور، اكيد كلكم يعني تعرفوه او المعظم عارفه. رحت عشان اشتريه وخدته على طول من غير ما اركز فيه. لما روحت البيت لقيت ان اول عيب موجود فيه ان الغطا بتاعه بيلف على الفاضي، مهما تحاولوا ان انتوا تقفلوه هو بيلف، ولما بتشدوها بتفتح على طول الغطا. هو المفروض بيبقى محكم اكتر من كده. العيب التاني ان انا المفروض لما بتفتحوا الكريم بيبقى عليه من بره طبقه سلوفان كده قافله الكريم كويس، اللي هي القطعه السلوفان اللي بيحطوها اللي هي زي شبه الفويل دي، حاجه محكمه اكتر. ما تبصش دي لقيتها مفتوحه، فده معناه ان في حد فتحه قبلي ومعرفش بقى استخدمه ولا شم ريحته ولا ايه النظام. لكن طبعا دي حاجه بتاخر في مده صلاحيته، مش حاجه كويسه لان هي كده ممكن لبشرتك لما تيجي تستخدميها. لاحظت ان الموضوع ده شائع. عارفين اليوتيوبر رولا قاسم؟ رولا حكت وقالت ان هي في دبي اشترت كريم من محل في المول، ولما روحت البيت لقيته مفتوح برضه السلوفانه دي، فمعناه ان حد فتحه وشم. الموضوع ده شائع، فياريت قبل ما تشتروا اي منتج تتاكدوا ان هو بتاعته ما فيهاش اي اغلاط. تاني حاجه ان هو مقفول كويس. يلا بينا على النصيحه التانيه. النصيحة التانية معايا وهي ان انتوا تشتروا المنتجات الخاصة بالبشرة والشعر والجسم كمان من اماكن موثوق فيها، مش من اي مكان. يعني انا من كام يوم كنت عايزة اشتري الشامبو بتاع ايفا الجديد، اكيد كلكم عارفين ان انا كنت محتارة اشتريه من الويب سايت الاصلي ولا انزل محل اشتريه احسن. قلت بما ان الويب سايت فيه مصاريف شحن فانا لو نزلت ولقيته اشتريه افضل. فعلا نزلت ولقيت الشامبو بتاعهم اللي هو بالمكة. صراحة كنت محتارة اشتريه ولا لا، فوقفت كده شوية عشان انا شخصية مترددة. وقفت بره كده قدام المحل شوية، لقيت البنت اللي بتبيع راحت مسكت الشامبو وقامت فتحته شمت ريحته. انا بصراحه اول ما شفت الموقف ده قررت ان انا مش هجيب من المحل ده تاني، لان كده اولا الصلاحيه بتاعته بدات، فانا لو جيت استخدمه هتكون صلاحيته ممكن تكون خلصت. تاني حاجه ان هو مش حاجه كويسه ان انتوا تشتروا حاجه في اكتر من حد قبلكم فتحها وشممها، فطبعا الموقف مش حلو وممكن يكون كمان مجربها. فتخيلوا ان كام واحد بيخش المحل ويشم ريحه المنتج ده، فطبعا حاجه مش امنه. فالنصيحه التانية عايزه اقول لكم ركزوا قوي في المحلات اللي بتشتروا منها، ويا ريت تشتروا من محلات مضمونه. النصيحة الثالثة والأخيرة إن انتوا تشتروا من البراند نفسها، سواء كان لو ليها محل أو لو كانت موجودة في بازار عرض المنتجات بتاعتها، أو حتى لو من الويب سايت. ممكن يبقى الموضوع مكلف شوية عشان فيه مصاريف شحن، ولكن هيضمن لكم إن مفيش حاجة اتفتحت ولا اتشمت ولا حد استعملها قبلكم. عارفة الموضوع ممكن يبقى مكلف شوية عشان مصاريف الشحن وكمان سعر المنتجات، بس صدقوني دي اضمن ليكم. فهتضمنوا ان هي حاجه مقفوله كويس وجايه لكم بطريقه كويسه محدش يستخدمها قبلكم، مش هيبقى فيها ان شاء الله اي ضرر. وكمان مدة الصلاحية مش هتكون انتهت، بالعكس هتبدأ لما انتوا تفتحوا المنتج. بس وده كان فيديو النهاردة. اكتبولي تحت في الكومنت تجربتكم لو اتعرضتوا لأي موقف من المواقف دي. متنسوش تعملولي لايك وشير وتشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.